في يوم 2 يناير سنة 1935 لما كان الجو بارد في مدينة اسمها كانساس سيتي اللي موجودة في ولاية ميسوري الأمريكية، اللي بالمناسبة المدينة وقتها كانت زحمة جدا زي عادتها، والناس بتمشي في الشوارع بسرعة علشان لو هتروح، لأن الجو زي ما أنا قلت كان بارد جدا. بس في اليوم ده كان في شاب غامض وصل لفندق اسمه بريزيدنت، وده بالمناسبة يا صديقي كان واحد من أهم الفنادق المعروفة في المنطقة وقتها. الفندق كان مبنى كبير جدا وشكله أنيق، وكان موجود في نص المدينة بالظبط، وكان بيجذب ناس كتيرة من كل الأنواع، رجال أعمال، مسافرين، وحتى الناس اللي مش بتحب تشوف حد. المهم الشاب ده اللي كان عمره حوالي 20 سنة دخل الفندق بهدوء، وكان لابس بدلة بني عادية جدا وشعره كان لونه بني. ولما هو وصل لمكتب الاستقبال طلب غرفة بطريقة هادية جدا، وقال إن هو عاوز غرفة داخلية بعيدة عن الشارع وما بتطلش على أي منظر خارجي. فموظف الاستقبال اللي كان اسمه تشارلز بلوهر شاف إن الشاب ده عادي جدا في شكله، لكن كان في حاجة في عينيه كانت بتقول إن هو مش مرتاح. الشاب ده بقى سجل نفسه في الفندق باسم رولاند تي أويل، ودفع تمن الليلة الأولى نقدا من غير حتى ما يوري أي بطاقة شخصية أو يدي أي تفاصيل زيادة للموظف. وأخد مفتاح الغرفة رقم 1046 اللي موجودة في الدور العاشر، وطلع على طول للغرفة بتاعته من غير ما يتكلم كتير. الغرفة 1046 يا صديقي كانت غرفة صغيرة جدا وعادية زيها زي أي غرفة في الفندق في الوقت ده، واللي كان موجود فيها مجرد سرير ومكتب صغير وكرسي وحمام خاص بيها. والشباك الوحيد اللي كان موجود في الغرفة يا صديقي كان بيطل على حديقة داخلية للفندق، مش على الشارع زي ما طلب رولاند. ورولاند أصلا أول لما دخل الغرفة محدش عارف هو عمل إيه بالظبط، لأنه ما طلبش أي خدمة ولا نزل يتكلم مع حد من الفندق. بس في نفس اليوم موظفة النظافة اللي كانت بتشتغل في الدور العاشر واللي كان اسمها ماري سوفيسكي راحت الغرفة علشان تنظفها زي روتينها اليومي بالظبط. بس لما هي خبطت على الباب رولاند فتح لها، لكنها هي لاحظت حاجة غريبة جدا. من أول لحظة الغرفة كانت ضلمة جدا والنور مطفي والستاير مسحوبة، مع إن الوقت ده كان في النهار ما كانش في الليل. رولاند قال لها بصوت هادي إن هو مش عاوز تنظيف دلوقتي، وطلب منها إن هي تسيب الغرفة وترجع بعدين. ماري لما سمعت الكلام ده استغربت، لأن معظم النزلاء كانوا بيسيبوها تنظف من غير أي مشاكل، لكنها هي سمعت كلامه ومشيت من غير ما تسأل كتير. وفي الليلة الأولى موظف التليفونات في الفندق اللي كان بيشتغل في لوحة التحكم الرئيسية لاحظ حاجة غريبة تانية، والحاجة دي إن في مكالمة جات للغرفة 1640 من بره الفندق. ولما رولاند رد الموظف سمع صوت واحدة ست بتتكلم بسرعة، لكنه ما قدرش يفهم هي بتقول إيه بالظبط لأن الصوت كان بعيد. والمكالمة خلصت بسرعة ورولاند ما طلبش حاجة بعدها. الموظف وقتها يا صديقي حس إن في حاجة مش طبيعية، لكنه ما اتدخلش لأن دي كانت شغلانته إن هو يوصل المكالمات وبس. وتاني يوم تحديدا يوم 3 يناير ماري اللي هي موظفة النظافة رجعت تاني للغرفة علشان تنظفها. بس هي لما وصلت للغرفة لقت إن الباب مقفول من بره بشريط لاصق غريب، وكان موجود عليه علامة لا للإزعاج، واللي كانت بتتعلق على المقبض في زي فنادق العالم. المهم ماري خبطت على الباب لكن محدش رد، لكنها هي سمعت أصوات من جوه الأوضة زي صوت رجالة كتير بيتكلموا بصوت هادي. فهي افتكرت إن رولاند ممكن يكون عنده ضيوف فما دخلتش، وكتبت في تقريرها إن الغرفة مشغولة. وفي نفس اليوم موظف المصعد أو موظف الأسانسير اللي كان اسمه راندولف بروبست شاف راجل غريب خارج من الغرفة 1046، والراجل ده كان لابس معطف طويل وشكله مش مريح، ونزل بسرعة من غير ما حتى يبص للموظف. المهم وقتها راندولف حس إن الراجل ده مش نزيل في الفندق، لكنه ما كانش متأكد من الإحساس بتاعه. بس في الليل موظف التليفونات سمع مكالمة تانية للغرفة، والمرة دي الصوت كان لست تانية خالص بتقول حاجة زي أنا هاجي دلوقتي. لكن رولاند رد عليها بكلمتين، لا خليك بالبلدي ما تجيش دلوقتي. والموظف كتب الملاحظة دي في دماغه لأنه بدأ يحس إن في حاجة كبيرة بتحصل في الغرفة دي. وكمان في تقرير من نزيلة في الفندق قالت إنها شافت ست غريبة بتتمشى في الطرقة قريب من الغرفة 1046 في نفس الليلة، والست دي كانت لابسة فستان أحمر وكانت بتبص حواليها كتير زي لو كانت متوترة أو عاملة. واليومين الأولانيين كانوا كده،
مليانين تفاصيل صغيرة وغريبة، لكن محدش في الفندق حس إن في خطر حقيقي. رولاند تي أوين كان شخص هادي جدا يا صديقي من بره، لكن واضح جدا إن هو كان مخبي حاجة جواه، والناس اللي شافوه أو اتعاملوا معاه كانوا بيحسوا إن هو مش مرتاح، لكن محدش كان عارف ليه. وكل اللي كانوا يعرفوه إن هو شاب عادي جاي يقعد في الفندق زيه زي أي حد. لكن اللي حصل في اليوم الثالث، وتحديدا يوم 4 يناير سنة 1935، كان هيغير كل حاجة. واليوم يا صديقي بدأ عادي في فندق بريزيدنت اللي كان في كانساس سيتي، والنزلاء كانوا بيفطروا في المطعم، والموظفين بيشتغلوا زي كل يوم، والجو كان لسه برد لعلمك يعني، ونور الشمس بتاع الصبح كان يا دوبك لسه بيدخل للشبابيك الكبيرة اللي في اللوبي. بس في الدور العاشر وتحديدا في الغرفة 1046 كان في حاجة فظيعة كانت بتحصل، ومحدش كان عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. في الساعات الأولى يا صديقي، في موظف تليفونات تاني في الفندق كان اسمه هارولد بيك لاحظ إن في حاجة غريبة تانية، لأن التليفونات في الغرفة 1046 كانت مرفوعة من السماعة من غير ما حد يتكلم. وده حصل مرة أو اتنين بالليل، لكنه ما اهتمش قوي في الأول، لأن النزلاء أحيانا بينسوا إن هم يرجعوا السماعة مكانها. بس لما الوضع استمر لساعات بدأ يحس إن في مشكلة، وقرر إن هو يبلغ موظف الاستقبال تشارلز بلوهر، واللي كان لسه موجود من أول يوم رونالد وصل فيه الفندق. يعني من الآخر تشارلز كان موجود من أول يوم العميل ده نزل فيه. تشارلز قال إن هو هيبعت حد يشوف في إيه، لأن العلامة بتاعت لا للإزعاج اللي كانت موجودة على الباب كانت لسه متعلقة على باب الغرفة من يومين، وده بطبيعة الأمر مستحيل يكون طبيعي. والساعة حوالي 7 الصبح موظف الخدمة اللي كان اسمه روبرت لين طلع للغرفة 1046 علشان يتأكد إن كانت كل حاجة تمام. ولما وصل لباب الغرفة خبط على الباب، بس محدش رد عليه، فهو حاول يفتح الباب بالمفتاح الاحتياطي، لكن الباب كان مقفول من جوه بقفل الأمان اللي بيتقفل بس لما حد يكون موجود جوه الغرفة. وسمع صوت خفيف جوه زي همهمة أو تنهيدة، لكنه ما قدرش يميزها كويس. وقتها يا صديقي رونالد اللي هو موظف خدمة افتكر إنه ممكن يكون مثلا هو نايم أو مش عاوز حد يدخل، فرجع تحت وكتب في تقريره إن الغرفة لسه مشغول. بس بعد كام ساعة يا صديقي، يعني على حوالي الساعة 10:30 الصبح كده، موظف التليفونات لاحظ إن السماعة لسه مرفوعة. والمرة دي تشارلز بلوهر قرر إن هو يتحرك بنفسه، وطلع للغرفة مع المفتاح الرئيسي وخبط على الباب مرة واتنين، لكن برضه ما كانش فيه أي رد. ولما حاول إن هو يفتح الباب لقى الباب مقفول من جوه زي ما روبرت قال. بس المرة دي هو سمع صوت ضعيف جدا زي واحد بيتوجع، ووقتها هو قرر يستخدم المفتاح الرئيسي بقوة علشان يفك القفل. وأول لما فتح الباب شاف مشهد مستحيل ينساه. تشارلز يا صديقي شاف رولاند تي أوين كان مرمي على الأرض جنب السرير، وكان غرقان في دم، والدم كان موجود على الحيطان وعلى السرير، وحتى كان موجود على السقف، وكأن كان في معركة حصلت في الأوضة دي من غير ما حد يسمع عنها. ورولاند يا صديقي كان واضح إن هو مضروب في راسه ضربة موت، بالإضافة إن كان في طعنات في صدره وفي بطنه، وعينيه كانت مفتوحة نص فتحة، ووشه مليان كدمات زرقاء. والغريب يا صديقي أكتر إن الغرفة كانت مقفولة من جوه ومفيش حد تاني موجود. يبقى الغرفة اتقفلت ازاي؟ تشارلز يا صديقي اتصدم من اللي شافه، وبسرعة نادى على بقية الموظفين علشان يساعدوا. ولما بصوا كويس لقوا ان رونالد لسه بيتنفس، لكن بالعافية. بالبلدي كده كان لسه فيه الروح، بس للأسف هو كان فقد الوعي، لكن جسمه لسه بيحاول يقاوم. وفي ظرف دقايق معدودة الشرطة والإسعاف وصلوا الفندق، والنزلاء اللي كانوا في اللوبي بدأوا إن هم يتجمعوا، والكل كان عاوز يعرف إيه اللي بيحصل بالظبط. والإسعاف يا صديقي لما وصلت حاولوا إن هم ينعشوا رولاند بأي طريقة في الغرفة بتاعته، لكن حالته كانت صعبة أوي. لما حاولوا إن هم يسألوه مين اللي عمل فيك كده، فتح عينيه بالعافية وقال كلمة واحدة بس: محدش. وبعدها عينيه اتقفلت تاني وما قدرش يتكلم أكتر من كده. وبسرعة هو اتنقل على عربية الإسعاف وطلعوا بيه على المستشفى القريبة منهم، لكن الدكاترة ما قدروش يعملوا حاجة للأسف، ويموت رولاند في المستشفى بعد ساعات قليلة بس من وصوله للمستشفى، يعني في حوالي الساعة 1 الظهر كده. والشرطة بطبيعة الأمر بدأت إن هي تفتش الغرفة على طول، ولقوا حاجات غريبة كتير جدا. يعني مثلا ما فيش سلاح في المكان، ولا سكينة، ولا عصاية، ولا أي حاجة ممكن تكون
واضحة إن رولاند اتضرب بيها أو اتطعن بيها، بس الدم كان موجود في كل حتة، لكن ما كانش فيه أي بصمات واضحة على الحيطان أو الأساس. والغرفة يا صديقي أصلا كانت شبه فاضية، ومفيش فيها لا شنط ولا ملابس زيادة ولا أي حاجة شخصية بتثبت هوية رولاند. لكن الشيء الوحيد اللي لقوه كانت جرافطة لونها بني متعلقة على الكرسي، وكوبايتين مية فاضيين في الحمام، وكمان لقوا ورقة صغيرة في الزبالة مكتوب عليها اسم دون، لكن محدش عرف يربطها بحد. واللي زاد الغموض أكتر في القضية دي إن الباب بتاع الأوضة كان مقفول من جوه، وده معناه إن اللي هجم على رولاند كان لازم يكون خرج من الغرفة وهو لسه عايش. لكن للأسف ما كانش فيه أي شهود شافوا حد خارج من الغرفة في الوقت ده. وموظف الأسانسير اللي كان اسمه راندولف بروبست قال إن هو شاف راجل غريب خارج من الغرفة يوم 3 يناير، لكن برضه ما كانش فيه أي دليل إن ده حصل يوم الجريمة. والخادمة أو عاملة النظافة اللي اسمها ماري سوفسكي قالت إنها سمعت أصوات رجالة في الغرفة قبل يوم الجريمة، لكنها ما شافتش حاجة يوم 4 يناير لأنها ما كانتش في الدور ده وقتها. والشرطة بطبيعة الأمر بدأت إنها تسأل كل الموظفين والنزلاء، لكن برضه محدش فيهم قدم حاجة واضحة. وكان في الست من النزلاء قالت إنها شافت واحدة لابسة فستان أحمر في الفندق يوم 3 يناير، لكن ما كانش فيه أي حد شافها يوم الجريمة. واللغز بتاع الجريمة دي بدأ يكبر أكتر، ورولاند تي أوين مات من غير ما حد يعرف هو مين بالظبط أو ليه اتقتل بالطريقة الوحشية دي. بعد ما رولاند تي أوين مات في المستشفى اللي هو يوم 4 يناير سنة 1935، الشرطة في مدينة كانساس سيتي بدأت تحقيق كبير علشان تكتشف ايه اللي حصل في الغرفة 1046، لأن الجريمة كانت غريبة قوي. يعني راجل شاب مطعون ومضروب بطريقة وحشية في غرفة مقفولة من جوه، ومفيش أي دليل واضح بيقول مين اللي عمل كده، يبقى في حاجة غلط. بس أول حاجة الشرطة عملتها كانت إنها بتحاول تعرف هو أصلا مين رولاند ده، لأن ما كانش معاه أي بطاقة هوية أو أي إثبات. واسم رولاند تي أوين اللي سجل بيه في الفندق ده كان زي اسم مستعار. والدكتور اللي فحص الجثة في المستشفى قال إن الجثة أو رولاند اتضرب بعنف على راسه واتطعن أكتر من مرة في صدره وفي بطنه، والضربات كانت قوية جدا لدرجة إن جمجمته كانت مكسورة، والطعنات وصلت للرئة والقلب. والدكتور قال إن الهجوم حصل قبل اكتشافه ب6 أو 7 ساعات، يعني حوالي في نص الليل بتاع يوم 4 يناير. وده خلى الشرطة تتساءل إزاي رولاند عاش كل الوقت ده بالرغم من إصابته الخطيرة، وإزاي أصلا محدش سمع حاجة في الفندق اللي هو المفروض مليان ناس. الشرطة يا صديقي رجعت للغرفة 1046 مرة تانية علشان تجمع أي دليل ممكن، لكن اللي لقوه كان أقل من القليل. وزي ما أنا قلت في الأول، الدم كان موجود في كل حتة، على الأرض وعلى الحيطان وعلى السقف وعلى السرير، وكان موجود حرفيا في أي زاوية في الأوضة. لكن للأسف ما كانش فيه أي سلاح ولا سكينة ولا عصاية ولا أي حاجة، وده بطبيعة الأمر كان غريب في حد ذاته، لأن الجريمة كانت عنيفة جدا، مستحيل تكون حصلت من غير أداة. وكمان أصلا ما كانش فيه أي بصمات واضحة على أي حاجة في الغرفة، زي لو اللي عمل كده نظف كل حاجة بعناية شديدة. وزي ما أنا قلت من شوية يا صديقي، الشرطة لقت جرافطة لونها بني وكوبايتين مية وورقة في الزبالة مكتوب عليها دون. الشرطة بقى حاولت تربط الاسم ده بأي حد، لكن للأسف ما وصلتش لأي نتيجة. وكمان الشرطة افتكرت إن المجرم ده ممكن إن هو يكون خرج من الشباك، لكن برضه الأوضة كانت في الدور العاشر، ده غير إن الشباك كان بيطل على فناء داخلي جوه الفندق ذات نفسه، وما كانش فيه أي سلم حريق أو طريقة للهروب من هناك. يبقى إزاي ده حصل؟ وأفراد الشرطة بدأوا إن هم يسألوا الموظفين الفندق واحد واحد بخلاف النزلاء. وأول حد الشرطة سألته هي الخادمة ماري سوفسكي، اللي قالت إنها سمعت أصوات رجالة في الغرفة يوم 3 يناير، لكنها ما شافتش حاجة يوم الجريمة. وموظف المصعد راندولف بروكست اللي قال إن هو شاف راجل غريب خارج من الغرفة قبل يوم الجريمة، لكن برضه ما كانش فيه أي دليل بيثبت إن هو كان موجود يوم 4 يناير. وموظف التليفونات هارالد بيك حكى عن المكالمات الغريبة اللي جات للغرفة، وإزاي إن هو سمع صوت ست بتتكلم لكن ما قدرش يحدد مين هي أو إيه اللي كانت عاوزاه. وعلى الهامش يا صديقي، الشرطة حاولت تعرف هوية رولاند عن طريق نشر صورته في الجرايد، بس في الأول محدش كان عارفه. لكن بعد شهور، وتحديدا في أكتوبر سنة 1936، في ست من ألاباما اسمها روبي أوجلتر شافت صورته في مجلة وقالت إن هو ده ابنها،
وإن اسمه الحقيقي أرتيموس أوجلاتري، وقالت إن هو ساب البيت في إبريل سنة 1934 علشان يسافر ويشتغل، وكان بيبعت لها جوابات على طول لغاية أغسطس سنة 1934. لكن بعدها هي ما سمعتش عنه تاني، والشرطة أكدت هويته من خلال وصفها لندبة قديمة كانت موجودة في راسه، وده فعلا اتطبق مع الجثة. لكن معرفة اسمه برضه ما حلتش اللغز بتاع الجريمة دي، وفضل السؤال الأساسي موجود: مين قتل أرتيموس؟ وليه أصلا قتله؟ محدش يعرف للأسف. لكن الشرطة حطت نظريات كتير، وكان في احتمال إن هو كان متورط في حاجة كبيرة أو حاجة غير قانونية، زي مثلا تجارة المخدرات، أو كان عضو في عصابات، لأن كانساس سيتي كانت مليانة نشاط زي ده كتير قوي في الثلاثينات. لكن برضه ما كانش فيه أي دليل قوي بيدعم أي نظرية من دول، والورقة اللي كان مكتوب عليها دون كانت ممكن تكون اسم شخص عادي، لكن في الآخر محدش عارف مين هو دون. وفضلت القضية دي ملهاش أي حل تقريبا لحد يومنا الحالي، علشان تبقى القضية دي واحدة من أشهر الألغاز في تاريخ أمريكا، والناس بدأوا يتكلموا عنها في الجرايد وكتبوا عنها قصص، وعن الراجل اللي في الغرفة 1046. ولغاية دلوقتي وبعد أكتر من 90 سنة محدش عارف الحقيقة بتاعت القضية دي. وفي ناس بيقولوا إن الغرفة لحد الآن مسكونة، وإن روح أرتيموس لسه بتدور في الغرفة أو في الفندق بشكل عام، لكن الحقيقة فين محدش عارف. لكن للأسف هي لسه مدفونة معاه. وبس كده يا صديقي، ده كان النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده، وكل رابط هتلاقيه تحت في الديسكربشن او في اول كومنت. فبس كده، كان معاكم من اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي. هي